مساء الذوق العالي واهلا بيكم في حلقة جديدة من كعب عالي. برنامج اتعمل لكل بنت حبت تشوف عالم الموضة بعيون خبرائها. وعشان كده معانا ومعاكم النهاردة مصمم الازياء العالمي سوشا، واللي قدر من خلال دراسته يوظف حبه للفن والفاشن بشكل علمي جدا. والنهارده هيبقى معانا ويحكي لنا اكتر ازاي هو قدر انه يفوز بافضل مصمم في فيس اوف افريكا. وهيكلمنا اكتر ايه الحاجات اللي الديزاينر بيوريها لنا، وايه الافكار الديزاينر بيوريها لجمهوره من خلال الكولكشنز بتاعته. اهلا بيك يا سوشا. اهلا وسهلا بيكي. اللي ما بيكملش هو انسان مش دارس ومش موهوب فعلا، مش حقيقته موهوب يعني. امم الموهوب بيستمر. كمان حاجة تانية، نقطة مهمة جدا، انه آه آه احنا شغلنا آه آه آه، بيتطلب مش بس دراسة وتكون متفوق وتكون شاطر، لازم امكانياتك المادية تكون عالية جدا عشان توصل لأبعد ما يمكن. فده ممكن يكون عائق كبير جدا برضه. طب لو هديتي تip كده لاي ديزاينر بيشوفنا دلوقتي حابب انه يبدا، تديله تip ايه؟ انا اديله انه حتى لو عندك الموهبه قد كده مش كبيره، امم روح ادرس، حاول نمي الموهبه بتاعتك دي بدرايه تكون، امم وبحب كمان، وبدرايه انك مش بس انك هتبيع بكام، انك امم هتوصل فين، عشان الاصول هو اللي هيحقق لك كل حاجه بعدها. للاسف ان انا بدرس دلوقتي اه هم اهمهم هيفتحوا فين وهيبيعوا بكام، وده غلط. الهدف انك تدرس الموضوع ده، تحبه في الاول، تحاول تنجح فيه جدا، عشان بعدين تفرض كل حاجه بما فيهم البيع بتاعك. بنتكلم بطريقه لقدام. شويه تجاريه، بس هو ده اللي بيحصل يعني. صح. مع الستايلست وخبيرة المظهر وفاء نبيل هتدينا تيبس اند تريكس ازاي نقدر بحاجات بسيطة جدا موجودة في دولاب كل بنت نقدر ان احنا نعمل دولاب كامل شيك واليجنت ومفيش حد تاني لابسه. ومن خلال دراستنا هتقول لنا ايه الحاجات اللي ممكن نقول عليها essentials في دولاب كل بنت علشان تجيبها وتعمل بيه دولاب احلامها. انا مثلا عندي I have my own clients، بنزل معاهم بعمل لهم شوبينج، بوريها ازاي تلبس from head to toe، ايه الالوان اللي بتليق عليها، ايه الالوان اللي مش بتليق عليها، ايه البودي تايب بتاعها، بعرفها جسمها البودي تايب بتاعه ايه، تشتري ايه اللي هيليق عليها، ايه اللي هيطولها، ايه اللي هيرفعها. that's why صح. stylists او personal shoppers are there. بس لو هي عايزه تعتمد على نفسها، هي اهم حاجه تعرف البودي تايب بتاعها او البودي شيب بتاعها، ساعتها she can go back from here، تعرف بقى تعمل شوبينج لنفسها. طيب لو هنختم بتip لكل البنات بقى، مش مم. الستايلينج للبنات المصرية مم. علشان يحسنوا من طريقة لبسهم أو their vision عامة مم. على the way they look، تحبي تدي tip للبنات ايه؟ بصي اقول لهم اول حاجه it's not about the trend at all. be yourself. دايما اللبس بيدل على شخصيه اللي لابس، وفي نفس الوقت اهم حاجه اعرف your body type، ومن هنا كل حاجه بالنسبه لك هتبقى سهله. وفعلا لو كل بنت أخدت التبس اللي وفاء ادتها لنا دي في الاعتبار هتغير طريقة تفكيرها تماما ودولابها وهتبان شيك واليجنت ما بين كل أصحابها. شكرا جدا يا ميرسي وفاء قوي، انا اتبسطت ليكي، معاكي قوي النهارده. التبس دي كانت definitely very Thank you useful. so much. ونشوفكم في حلقة جديدة، ولو شايفة الموضة حلو تعالي شوفي الحقيقة.